جماعة أنا بقيت حاسة إن أنا مسترجلة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج فصفصة. هو إيه اللي بيحصل لنا؟ سواء أنا أو الستات اللي حواليا ابتديت أحس مننا إحساس إن إحنا مش عايزين نبقى ستات، أو بمعنى أصح بقينا ناشفين زيادة عن اللزوم إجباري. لما جيت سيرشد يعني على الموضوع وحسيت إنه في ناس تقولك أنت فقدتي طاقة الأنوثة بتاعتك ورجعيها إزاي، ابتديت ألاقي برضو حاجات جماعة أنا مش حاسة إن أنا بسترجع أنوثتي فيها. وبمعنى أصح يا إما هسيب شغلي واسيب حياتي ومسؤولياتي واقعد طول النهار اعمل بديكير ومانيكير في الكوافير وشعري وصبغه ولون وبوتكس ومش عارفه ايه في وشي، يا اما ابقى انا كده مش انثى. فانا كنت عايزه اطلع بحاجه يا جماعه. لا، طاقتي الطاقه بتاعت ان انا مش على طول عامله كده، مش على طول لازم انشف انا عايزه ابقى عادي. النهارده بقى هنفصصها مع بعض فسيولوجيا وبعلم الاعصاب وبحوالي 3 أو 4 كتب انا قريتهم، انه طاقه الانوثه دي ايه ملخصها او نعملها ازاي، لانه طلع الموضوع ملوش علاقه بالهير كير روتين ولا الضوافر ولا اي حاجه الحمد لله يعني. تعالي الاول نفهم الموضوع من جوه جسمنا. خلاص كده، في عالمه نفس اسمها دكتور هيلين فيشر ودكتور اعصاب اسمه جون جراي لخصوا الجهاز العصبي للست بيشتغل على اساس هرمونين بس، الاكسيتوسين والاستروجين. بيقول لما بيكون الروتين بتاعك عباره عن بتجري ورا حاجات طول النهار، شايله مسؤوليات حاجات كتير، تخطيط وسعي، ده بيدي احساس لجسمك ان احنا في خطر، ورانا 500 حاجه تتعمل النهارده. فده اصلا بيوتر، بيدي الارت لجسمك ان في خطر. لما بيبقى في خطر جسمك بيعمل ايه؟ بيبتدي يفرز هرمون الكورتيزول والادرينالين اللي بيخلي ايه اللي يحصل؟ تاخدي مسارات هرمون التستوستيرون وهو هرمون الذكور، عشان هو حاسس ان احنا في خطر محتاجين ندافع عن نفسنا. فمن جوه جسمك بيحطك في مود النشفان من الاخر، ان لازم تبقي صلبه، فما تعيطيش، ما تضغطيش، ما تصوتيش، وتنشفي. اللي عايزه افهمهولك انه اصلا فكره طاقه الانوثه مش مثلا في طريقه كلام دلع، او انا كنت دايما بحاول اقعد افكت اللي هو اكيد طريقه كلامي لو غيرتها وبقيت اهدى هبقى ألذ. هي مش طريقه كلام، هو احساس داخلي بالامان. الست اصلا بطبيعتها جسمها هو اللي بيدي الامان للي حواليها. فلو حضرتك حطيتي نفسك في ظروف او روتين خليتيه يسيطر عليكي ويوترك، انت نفسك هتكتسبي هرمون التستوستيرون هيعلى عندك، فهتكتسبي الصلابه مش الامان، وانت المفروض السايد الامن مش الصلب. في كتاب قريته اسمه The Way of Superior Woman، ده بتاع كاتب اسمه ديفيد، كان بيشرح الطاقه الانثويه وبيفرقها ما بين الطاقه الذكوريه. الطاقه الذكوريه يا جماعه عباره عن acting and doing، يعني الانجاز، المبادره، ايجاد الحلول، دي الطاقه الذكوريه. الطاقه الانثويه عباره عن being and receiving. انا طاقه الاستقبال، انا طاقه الاحساس باللحظه دي، انا الطاقه الهاديه الاهدى والامان. القصه بقى واللي بجد عصبني جدا ان احنا اصلا يا جماعه شلنا مننا طاقه الانوثه بنفسنا، احنا اللي شلناها، حتى مش اجبرنا على ده. دلوقتي لما طلع الاندبندنت او الشغل او حتى في كلامنا العادي، لا ما تطلبيش مساعده من حد، انت مش ناقصك حاجه، لا ما تحتاجيش لحد هيذلوكي بعدين، لا ما تبقيش ضعيفه. ابتدينا حتى نحط طاقه الاستقبال في الضعف، فالست فقدت قدرتها على الاستقبال. والست لو فقدت قدرتها على الريسيفنج اللي اتولدت بيه بتبقى في مود دايما الحمايه والمبادره، فبتبقى طاقه ذكوريه غصب عنها. انا بطلت استقبل ده، مع اني خلقت ان انا استقبل. دلوقتي اتخلقت عشان خاطر يبقى في مبادره وفي حلول، وانا بستقبل اللي حواليا وبحس باللي حواليا ده وبحس بالطاقه دي وبدي طاقه امان وطاقه هدوء. فالست لما فقدت ده بسبب سواء بقى تعريف الاندبندنت غلط، او سواء الاجبار عن انها تنشف، او الاجبار انها يا جماعه احنا دلوقتي بقينا مجبرين ما نعيطش. بقت الست اللي تعيط دي انت مالك عامله كده ليه يا جماعه؟ طب انا عايزه اصوت دلوقتي، انا عايزه اعيط، دي طبيعتي، انا عندي مشاعر وعاطفه محتاجه انها تطلع، انا محتاجه ان انا اطلعها ومحتاجه اعيط ومحتاجه اصوت. ليه انشف وما اعيطش يعني؟ مش قادره افهم، انا مش عايزه انشف دلوقتي. ده بقى اللي هوضحه لك في كتاب تاني، الكتاب الاسطوري Women Who Run with the Wolves. ده بتاع دكتور كلاريسا، كانت بتشرح. الدكتور دي كانت عايزه ان احنا نرجع للذات الاسطوريه الانثويه الجوهريه. عارفه ان الجمله كلها هي بس يعني هي كانت عايزه تعرف ايه اساس الطاقه الانثويه بقى. طلع حاجه اسمها emotional fluidity، يعني ايه؟ سيوله العاطفه. متخيل انا بتكلم في ايه؟ ها، سيوله العاطفه، يعني حد بيوقع علينا عاطفه في كل حته. انه الانثى
كائن شعوري، فمشاعرها يعني لو انت زعلانه وقاعده عماله تضغطي على زعلك وتقولي انت لازم تبقي كويسه، لازم تبقي تمام، ما تبينيش لحد ان انت زعلانه، ما يبانش على وشك. يعني وصل الموضوع مش كمان ان انا بدي المساحه لنفسي اني اعبر واني اتضايق واني ازعل واني اعيط لان انا كائن شعوري، لا كمان ما يبانش على وشي، ما يبانش في مسؤولياتي اللي بعملها وما اقصرش فيها، وما اقولش لحد عشان ما يشوفش ان انا ضعيفه. انتوا شايفين كمجتمع او كحاجات طلعت حوالينا بقت بتجبرنا نعمل ايه؟ فانت بتخسري الجوهر بتاعك بجد. احنا اصلا يا جماعه فكره ان احنا وي ديفايند الحاجات دي كلها على اساس انها ضعف، وبقينا نعرفها ان دي ست ضعيفه، ده لوحده بقى بيخلينا بنتهرب من ده. انا عادي لما اقول ان انا تعبانه، وعادي لما اقول ان انا زعلانه وهعيط دلوقتي، عادي اما اصوت في وش الناس واقول لهم ان انا زعلانه وهصوت دلوقتي. ده لوحده بيجدد، ده بجد والله، يعني ده اثبت ان هو بيجدد جزيئات هرمون الاكسيتوسين، وده هرمون الترابط والامان اللي هو مينلي اصلا بيتاخد من الست. يعني حتى في العلاقات انه اصلا الست هي اللي بنعرف ناخد منها الشعور ده، الشعور بالامان. وبيولوجيا زي ما شرحنا، انت وانس ان جسمك حس بالامان هتاخدي طاقه الانوثه دي في كلامك، في هدوءك، في رزانتك، في شياكتك، في لبسك، في ضحكتك، هتاخدي ده لوحدك من غير التوتر ومن غير ان انا لازم انشف ولازم ادوس على احساسي وكل الحاجات دي. طب ريم اقدر ارجع ده ازاي؟ عشان انا بصراحه انا كمان وانا بقرا وبدرس، طب ما انا يعني يلا بقى، يعني هدوس على زرار اجيب انا الامان دلوقتي ولا اعمل ايه؟ اول خطوه هنسميها الانبلوجينج. دي معناها ايه؟ معناها اولا الانوثه بتتغذى بالحواس وليس الافكار. بمعنى لو انت دماغك فيها 500 فكره طول الوقت، انت غصب عنك بتاخدي طاقه ذكوريه، تمام، وهتبقي بتبدري وهتبقي على طول متوتره، مش هنعرف نجيب الامان. طب احنا عشان نجيب الامان نعمل ايه؟ محتاجين نعمل حاجات فيها حواس. انا مش هقعد اقول لك بقى روحي الكوافير اعملي مش عارفه ايه بكام الف جنيه واعملي مش عارفه ايه، انت ما عندكيش وقت وعندك مسؤوليات وعندك روتين وعندك ولاد وعندك كل ده انا معاكي فيه وانا كمان فيه عامه. الفكره هنا انك تعملي حاجه واحده في اليوم لمده 30 دقيقه فيها حاسه من الحواس. بمعنى انا بحب اسمع ميوزك جدا جدا، فبدل ما كنت بسمعها وانا بطبق الغسيل او وانا بسمعها وانا بعمل حاجه مهمه، بقيت بسمعها بس، بقيت بسمعها اقوم اقعد ادندن اغني امسك بنتي نقعد نرقص مع بعض، بس بسمع ميوزك في اليوم 30 دقيقه. حاجه حواس تانية، اعملي حاجه بايدك بس تبقي مستمتعه فعلا بيها. انا قصدي ان انت لازم تغذي حواسك لمده 30 دقيقه كل يوم على قد ما تقدري، لان باقي اليوم هيبقى كله افكار، فاحنا لازم ننعنش طاقه الانوثه اللي عندنا. تاني حاجه الريسيفنج، لو حد عرض عليكي اي مساعده قولي قولي شكرا جدا والله كنت محتاجه حد يساعدني في ده. احنا اول حاجه بقينا نفكر فيها دلوقتي لا 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 مش محتاجه حد، انا هعملها. انا اصلا اول جمله بقولها لا 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 انا هعملها. معرفش ليه، يعني حتى انا ما سمعتش باقي المساعده من الشخص ده. فحاولي تمرني نفسك على الريسيفنج، مرنيها زي ما اتمرنا ضد طبيعتنا وغيرناها ان انا ابقى رافضه ان انا بستقبل اللي حواليا. لا عيدي ده تاني دلوقتي من اول النهارده، خدي قرار معايا، اي حد يعرض عليكي اي مساعده قولي له ثانك يو وشكرا جدا وخليه يعملها. ريسيفت من غير ما تحسي بالذنب، من غير ما تقعدي تقولي ليه ما انا تعبت وما انا هضطر كده انا كمان اعمل له مش عارفه ايه. بطلي ريسيفت واتبسطي بالحاجه دي، ما تفكريش فيها كذنب. تالت حاجه ودي فرقت معايا قوي وابتديت اعملها ولسه بشتغل عليها، فكره ان انا اتشك جسمي بقى. يعني مش عايزه اقول اكونكت معاه واكبر الموضوع، الى ان من كتر ما انا كنت حاسه بالمسؤوليات وان انا بجري ورا حاجات طول النهار، انا كنت بنسى اكل، كنت بنسى لو عايزه اخد كوفي حرفيا واقعد اقف في البلكونه شويه من غير ما اشتغل او اعمل حاجه، كنت بنسى اعمل الكلام ده. كنت بنسى انا مثلا بحب الرياضه جدا جدا، كنت بنسى ان انا اجري شويه، انزل اتمشى، اروح الجيم مره يوم، كنت بنسى ده. ومن كتر احساسي بالتوتر بقى شايف ان دي حاجات تافهه مش المفروض انها تتعمل، فاجبرت نفسي ان انا ارجعها تاني. فبقيت دلوقتي بكونكت مع جسمي بجد، بقيت باخد كل يوم الصبح الكوفي بتاعتي قبل ما انزل من غير اي سكرينز، وبقعد اقرا كتاب اللي انا بحبه قبل ما انزل الصبح كل يوم، تمام. وده اداني طاقه مختلفه فعلا، يعني حسيت ان انا بصحى رايقه كده، بصحى هاديه. يعني جماعه انا عايزه اكلمكم بقى في حاجه بغض النظر عن كل الحلول دي والله بجد، ودي هتبقى فضفضه اكتر لان انا حاسه بيها قوي، انه انا مش مضطره اثبت ان انا جامده على طول. يعني معرفش برضو ايه اللي اجبرنا، هل المجتمع ولا الظروف ولا عشان الدنيا بقت صعبه وبقينا كلنا بنساعد بعض وكله مش مرتاح وكله قنبله التشاؤم اللي انا مش عايزه ادخلها دي خالص. الا اني انا من جوايا حاسه
انه اتس نورمال. خلاص يا جماعه انا مش لازم ابقى جامده في الموقف ده، مش لازم اللي بمسك نفسي وما بعيطش في موقف شبه ده. يعني انا عديت من مده بموقف انا عيطت فيه، حسيت ان في ناس مستغربه انت بتعيطي او خلاص يا جماعه انا وصلت لضغط ما ان انا هعيط دلوقتي، محتاجه اعيط خلاص ايه اللي حصل؟ فبقيت بفكر نفسي ريم عادي، يعني عادي، مش لازم تبقي الجامده اللي على طول بتتصرف كويس، اللي على طول واخده بالها من كل حاجه، لا عادي. مش معنى كده طبعا انا سايبه نفسي اغلط وبهبل في الشارع يعني، بس اللي قصدي عليه ده لوحده اداني مساحه ان انا ابقى عادي، ابقى كده بدل ما انا عامله كده ابقى كده، خلاني احس انه اغلطي وعكي واعتذري ولمي وعيطي واضحكي. يعني في ايه؟ احنا ليه انا ليه حاسه ان انا مركزه مع نفسي اوفر ان انا لازم ابقى جامده قوي دلوقتي ولازم ابقى جامده قوي على طول؟ لا هو مش على طول، ما انا هموت كده يعني انا مش هعرف ابقى جامده على طول. حاجه دلوقتي جت في بالي قبل ما انهي يا جماعه، انه انا عارفه ان في ستات كتير دلوقتي بعد ما هتتفرج على الحلقه هتحس ريم هو في ظروف اجبرتنا ان احنا نبقى ناشفين، وانا معاكي على فكره. وممكن يبقى غصب عنك، سواء ظروف ان ما بقاش معاكي راجل في حياتك، اتطلقتي انفصلتي، او ما اتجوزتيش وبقيتي في فيس في حياتك انك خلاص كبرتي وشايله مسؤوليه نفسك من A to Z. انا فاهمه كل ده، بس اللي عايزه اقوله ان على قد ما انا ما بحترم ان فعلا الفيمينين انرجي بتطلع من الطاقة الذكورية اللي جنبك او الراجل اللي جنبك هو اللي بيطلع ده جواكي، انا محترمة ده جدا وفاهماه علم نفس وفاهماه كله. بس الفكرة هنا في ايه؟ فيكي انت كأنثى لوحدك، وده اللي انا اصريت اتكلم عليه في الحلقة النهاردة. انا ما قلتش انه ازاي تاخدي انوثتك من الطاقة الذكورية اللي مع جوزك ويعمل ايه عشان يديها لك، دي ممكن تبقى حلقة تانية. اللي انا بتكلم فيه ان انتي اصلا ساعات بنطلع من جوانا الطاقه الذكوريه، وده اللي كان فارق لي، لان انا كنت حاسه فعلا ان احنا لوحدنا مجبرين على ذلك. انا شفت ستات كتير عايشين لوحدهم وعارفين يبقوا فيمينين بشكل مش طبيعي، ما شاء الله عليها ليدي. انا اول ما ابص عليها دي ليدي خلاص عرفنا. وشخص تاني لا، انتي خلاص تحولتي غصب عنك لطاقه ذكوره، غصب عنك، وانا بيبقى صعبان عليا ده. انت ضد طبيعتك يا حرام، انت نفسك حرفيا فجاه تروحي عامله كده ومعيطه. انا بحس بالستات دي، بشوفها. الفكره كلها زي ما قلت لكم ان احنا يعني في كل المسؤوليات دي عارفه انه صعب، بس ما تشوفيش الموضوع تافه. دي بس البوينت اللي انا عايزه بجد هايلايتد، ما تشوفيش ان ده تافه، ده واجب عليكي وعلى نفسك وعلى حق نفسك، ان انت انثى محتاجه ترجعي لنفسك الطاقه دي لوحدك دلوقتي، لحد ما نشوف بعد كده لو انا في علاقه ازاي اخدها منه وهو ياخد مني احساس الطاقه الذكوريه وكل الكلام ده. بس انا بتكلم دلوقتي انت كأنثى محتاجه تتمرني ترجعي طاقتك دي تاني وتعرفي تبقي الليدي دي. وكنت عايزه برضو اطلع من حته انه لازم ابقى بصرف في كوافير وفي شعر وفي صبغه وفي حاجات عشان احس ان انا كده. على فكره يا جماعه كنت بروح الكوافير وعادي، كنت ممكن ارجع اجري على الشغل، اروح راحه التمرين، اروح مش عارفه ايه، ارجع حرفيا تعبانه عايزه حد يعمل لي الاكل اصلا يعني انا راجعه شكل موظف راجع من الشغل محتاج مراته تطبخ له، مع اني صراحه الكوافير بس مش قادره. يعني كنت بحس ان انا لا، مش واخده اي طاقه من دي خالص. فطلع الموضوع يعني من جوه لبره، مش العكس. مش الحاجات اللي هتشتريها وهتجيبيها او هتروحي تعمليها اللي هتحسسك ان انت انثى. بيساعد يعني طبعا، لو انت جايبه طقم انت واثقه ان شكلك حلو فيه بتحسي كده شويه مش عارفه ايه، لو عملتي تسريحه شعر بغض النظر عن ضفيرتي يعني، لو عملتي تسريحه شعر معينه كده بتحسي ده انا ودي الفايبس بتاعتي اللي انا بديها، كل ده حلو. بس مش ده الاساس، ودي الفكره اللي انا كنت عايزه بجد اسعى فيها. مش ده الاساس، الاساس من جوانا اكتر. انا عايزه اعلي هرمون الترابط عندي، عايزه اعلي الامان، احساسي انا بالامان عشان يظهر عليا، عشان ابقى اهدى، عشان اعرف حتى اهتم بنفسي. يا جماعه احنا وصلنا لمرحله ان احنا مش عارفين نهتم بنفسنا، ودي كارثه، دي مصيبه. مش بقولك بقى كمان اللي هو سكين كير او بتاع، لا اكل وشرب. في ناس بتنسى تاكل في وسط تقول لك والله نسيت، رجعت من الشغل رحت التمرين مش عارفه ايه. يعني ايه اصلا؟ يعني ايه الجمله دي ان احنا نسينا ناكل؟ يعني ايه؟ اشوفكم في حلقه جديده من برنامج فصفصه، وقولوا لي المره الجايه عايزين نفصفص ايه.